هكلمكم النهاردة عن حاجة بتسأل عليها كتير جدا، وهي حقن التخسيس الترندي الأيام دي. الساكسندا، الأوزempic، المونجارو، الويجوفي. هقولكوا كده حبة حاجات قبل ما تقرروا تاخدوها. طب ما تيجوا نعرف الأول هي أصلا بتتكون من ايه وبتشتغل ازاي في جسمنا عشان نخس. هي عبارة عن هرمون موجود أصلا في جسمنا، اسمه ايه؟ اسمه الجي ال بي 1. بيعمل ايه الجي ال بي 1؟ أولا بيظبط مستوى الأنسولين في الدم، فبالتالي هيخليني مش عاوزة آكل، وكمان ما عنديش شراهة للكربوهيدرات وللحلويات. تاني حاجة كمان ان هو بيبطئ خروج الأكل من المعدة والأمعاء، فبالتالي بيخليني حاسة بالشبع لفترة طويلة. طب ايه مشكلتها بقى الحقن دي؟ ما يلا بقى ناخدها كلنا. لا، تعالى بس افهمكم الاول حبة حاجات قبل ما تقرروا تاخدوا. ونتيجوا الاول اعرفكم هي اصلا الحقن دي كانت معمولة لمين. الحقن دي في الاصل كانت معمولة لمرضى السكري من النوع التاني، دايابيتس تايب 2. ولقوا مع الاستخدام انها بتساعد على نزول الوزن، فخدت ابروفل ساعتها من الاف دي اي انها تستخدم بغرض التخسيس ونزول الوزن، ولكن بشويه شروط كده. اولها ان البي ام اي بتاعت الشخص اللي هياخد الحقن دي تكون اكتر من 30، او كتله الجسم تكون اكتر من 30. كمان ممكن يكون بيعاني من مرض من الامراض المزمنه زي القلب والكوليسترول، الضغط، السكر، ما قبل السكري. فخدت ابروفل ساعتها من الاف دي اي انها تستخدم بغرض التخسيس ونزول الوزن،